كلنا كنا فاكرين ان تشات جي بي تي وديب سيك وكلود هم اقوى اي اي تولز، بس دايما الصين بتغير المعادله. التطبيق اللي هوريهولك النهارده بجد مختلف، لانه مش مجرد تطبيق انت بتحكي معاه او بتدردش معاه ويزودك بمعلومات. لا، التطبيق بتاع النهارده هو اي اي ايجنت متكامل. يعني ايه اي اي ايجنت؟ اي اي ايجنت يعني بتديله تاسكات وهو يقوم بيها بشكل كامل مكانك. يعني ممكن يحجز لك طيران، يحجز لك فندق، يعمل لك اي تاسك انت ممكن تنفذه عادي جدا كانه بني ادم. يلا بينا نشوف التطبيق مع بعض. طيب يا شباب، التطبيق بتاع النهارده اسمه مانوس. تقدر تلاقيه على الويب وتقدر تلاقيه كابلكيشن على جوجل بلاي او الاب ستور. مانوس هو تطبيق ممكن يساعدك في اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده، عنده الكمبيوتر الخاص بيه ويقدر يخش على اي ويب سايت تتصفح كانه بني ادم بالظبط، ويعمل لك اي تاسك انت محتاجه، سواء محتاج تعمل ويب سايت، محتاج تعمل موبايل ابلكيشن، محتاج زي ما قلت لك تحضر برزنتيشن، ممكن يعمل لك اي حاجه. كنت مشغول جدا في الشغل وكان عندي تاسكات كتيره جدا، بس في نفس الوقت كنت محتاج اخلص ريبورت مهم جدا في الشغل، ما كنتش عارف اعمل ايه. فقمت رايح لمانوس وقمت مديله كل الديتيلز عن الريبورت اللي انا محتاجه يحضره، وقلت له يعمل لي برزنتيشن احترافيه بيزد على الداتا اللي انا اديتها له، وكمان يريكومند خطه جروث للبراند اللي انا شغال عليه. وزي ما انتم شايفين كده، ابتدى يشتغل لوحده ويعمل كل حاجه، ويسالني ايه الالوان اللي حاببها تكون مستخدمه في البرزنتيشن، ايه الحاجات اللي انا عايز اركز عليها، وهكذا. مجرد ان اديته بس كل المعلومات، ابتدى يشتغل لوحده بالشكل دوت. زي ما انت شايف، هو عنده الكمبيوتر الخاص بيه زي ما قلت لك، وجهز لي برزنتيشن احترافيه جدا. فانا من رايي ان مانوس غير المعادله خالص، لان ولا تشات جي بي تي ولا ديب سيك ولا كلود يقدروا يقوموا باللي مانوس بيقوم بيه، لانه بيقدر يحقق تاسكات حقيقيه. طيب، عشان تسجل في مانوس انت محتاج انفيتيشن لينك، فاكتب لي كلمه اي اي وانا هبعت لك الانفيتيشن لينك، وهتاخد عن طريقه 1500 نقطه تقدر تستخدمهم عشان تجرب التطبيق وتخلص كل تاسكاتك. انا محمد سمير وبتكلم في الاي اي والماركتنج، وبعلمك حاجات جديده تقدر عن طريقها تعمل فلوس اونلاين. ما تنساش تعمل لي فولو. سلام.